أول ما تسمع كلمة خريطة غالبا بيجي في بالك أطلس المدرسة أو صورة من جوجل مابس. لكن تفتكر إن أقدم خريطة معروفة في العالم كله اتعملت فين؟ ما اتعملتش في أوروبا ولا في بلاد الرافدين. اتعملت في مصر القديمة من أكتر من 3000 سنة، واسمها بردية تورين. سر من أسرار الفراعنة بيكشف عبقرية حضارتهم، وبيفتح قدامنا سؤال محير جدا: إزاي قدروا يوصلوا للدقة الخارقة دي في العصر ده اللي العالم ما شافهاش غير بعد آلاف السنين؟ طيب إيه هي بردية تورين؟ بردية تورين موجودة النهاردة في متحف تورينو للآثار في إيطاليا. البردية دي بترجع لعصر الملك رمسيس الرابع من الأسرة العشرين، يعني حوالي 1150 سنة قبل الميلاد، يعني من أكتر من 3100 سنة. طول البردية تقريبا 2 متر و18 سنتي. تخيل ورقة بردي بالطول ده مرسومة وملونة، ألوانها هي الأسود والأحمر والوردي والبني، والعلماء وصفوها إنها أقدم خريطة جيولوجية في تاريخ البشرية. لكن السؤال هنا: هي ليه اتعملت؟ وليه اتسمت بردية تورين بالذات؟ طبعا الاسم جاي من مدينة تورينو الإيطالية، لأن البردية موجودة هناك لحد دلوقتي. طيب هي البردية دي بتحتوي على إيه يا إسلام؟ البردية بترسم وادي الحمامات في الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر. الوادي ده كان مكان استراتيجي جدا في مصر القديمة، وكان مشهور بمناجم الذهب والزمرد. الخريطة معمولة بدقة مش طبيعية خالص، بتحدد أماكن الجبال والمرتفعات، الطرق اللي بتوصل للمناجم، أماكن المعابد والمقدسات، وحتى كمان بتوضح مصادر المية. يعني لو أنت ماشي في الوادي من آلاف السنين، الخريطة دي هتكون معاك زي GPS الفراعنة كده. وعلشان كده العلماء سموها جوجل مابس بتاعة الفراعنة. طب إيه الهدف من البردية؟ البردية مش مجرد رسمة فنية أو عمل للزينة، دي وثيقة عملية اتعملت مخصوص لبعثة ملكية ضخمة بعتها رمسيس الرابع للتنقيب عن الأحجار والمعادن. البعثة دي كان فيها مئات العمال، مهندسين، كهنة، وكمان الجنود اللي بيحموا المكان. يعني الموضوع ما كانش مجرد رحلة يا جماعة، دي كانت عملية منظمة، ونقدر نقول عليها إنها زي المشاريع القومية في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. والعلماء لاحظوا ان البردية مكتوب عليها ملاحظات بالخط الهيراتيقي، وده خط مشتق من الهيروغليفي، بيشرحوا فيها انواع الصخور والمعادن الموجودة في كل منطقة. وهنا بتكلم عن المصريين القدماء، يعني مش بس رسمة، دي كمان كتالوج علمي بيوصف اللي تحت رجلك في الارض دلوقتي. ومن هنا بتظهر عبقريه الفراعنه العلميه. البرديه دي بتاكد ان المصريين القدماء ما كانوش مجرد ناس بتبني اهرامات او معابد، دول كان عندهم علم متقدم جدا في الجيولوجيا والتعديل. عرفوا يفرقوا بين الصخور الرسوبيه والجرانيتيه، عرفوا يوصفوا انواع المعادن بدقه، رسموا تضاريس المكان بشكل اقرب للخرائط الحديثه. وفي القرن العشرين جيولوجيين غربيين قالوا ان البرديه دي تعتبر اول اطلس جيولوجي في تاريخ البشريه. يعني الفراعنه كانوا بيشتغلوا بالعلم مش بالعشوائيه. الجزء المثير ان الخريطه معموله بدقه رهيبه جدا من غير اجهزه ولا تكنولوجيا حديثه، فالعلماء احتاروا ويسالوا ازاي الفراعنه قدروا يوصلوا للدقه دي. هل الموضوع عباره عن خبره ميدانيه متراكمه على مدار سنين طويله من البعثات، ولا كان عندهم ادوات واجهزه علميه احنا لسه ما اكتشفناهاش؟ كمان في راي تاني لبعض الباحثين ان البرديه مش بس خريطه مناجم، لكن كمان ليها بعد ديني وروحي، لان المصريين القدماء كانوا بيربطوا الجبال والمعادن بالالهه، وكان استخراج الاحجار بيتم ضمن طقوس مقدسه. وده بيخلينا نسال: هل العلم عند الفراعنه كان دايما ماشي جنب الدين والسحر؟ أما بقى عن رحلة البردية عبر الزمن، فالبردية دي اتلاقت في القرن ال19، لكن المشكلة إنها ما كانتش كاملة، كانت متقطعة لقطع صغيرة لدرجة إنها كانت شبه مستحيلة تتفهم. العلماء الإيطاليين قعدوا سنين طويلة يرمموها ويجمعوا القطع تاني، وبعد مجهود رهيب قدروا يلزقوها
ويعرضوها في متحف تورين، وهناك اتسمت بالاسم ده، ولحد النهارده الباحثين في مجالات التعدين والجيولوجيا بيدرسوها علشان يعرفوا أسرار أكتر عن مصر القديمة. بردية تورين مش مجرد ورقة قديمة، دي دليل حي إن الفراعنة سبقوا العالم كله بآلاف السنين. علومهم مش بس بتبهرنا لحد النهارده، لكن كمان بتسيب أسئلة كتير قوي مفتوحة. هل اللي وصلوا له كان خبرة بشرية متراكمة، ولا كان عندهم أسرار علمية لسه مدفونة لحد دلوقتي؟ لو دي أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، وكمان تعمل لايك علشان الفيديو يوصل لناس بتحب الأسرار الغامضة وحكايات الفراعنة. استناني في فيديو جديد هيكون أعمق أغرب وأخطر، بس خليك فاكر الأسرار دي مش دايما بتستنى حد، وزي ما قالوا زمان اللي يتأخر عن سر من أسرار الفراعنة يمكن السر نفسه هو اللي يلاقيه. معاكم إسلام عبد العظيم من قناة قصة ورا قصة. سلام.